بعد ما اتكلمنا المره اللي فاتت عن مميزات التقويم، النهارده هكلمك عن عيوب التقويم وايه سلبياته. اول واشهر عيب الناس بتشتكي منه هو شكله، اللي هو بيكون غير مقبول عند بعض الناس، وده بيخلي بعض الناس مش مقدم على ان هو يعمل التقويم. تاني حاجه ان هو بيكون مكلف ماديا وبيحتاج جلسات كتيره، تقريبا جلسه كل شهر، وده بيخلي بعض الناس ما تلتزمش، وانت للاسف لو ما التزمتش مش هتوصل للنتيجه المطلوبه من التقويم. بالاضافه ان هو بيحتاج دكتور متخصص في التقويم اللي ممكن ما يكونش قريب منك او في مساحتك الجغرافيه، فهتضطر انك تروح مكان بعيد، وما انصحكش انك تروح تعمله عند اي دكتور. لازم يكون دكتور تقويم عنده خبرة بمجال التقويم ومتخصص في مجال التقويم. بالإضافة إن التقويم ممكن يسبب مشاكل في الأسنان زي التسوس، وهيجي لي واحد يسألني يا دكتور يعني أنا عشان أصلح شكل أسناني لازم أسناني تسوس؟ لا طبعا، هو التقويم مش هو اللي بيسبب التسوس بصورة مباشرة، إنما اللي بيسببه هو أنت، بسبب إنك مش بتكون مهتم باستخدام الفرشة بانتظام، لأن التقويم زي ما احنا عارفين بيسبب تجمع الطعام على الأسنان بصورة أكبر. عشان كده أنت مطالب إن انت بعد ما تركب التقويم انك تهتم باستخدام الفرشه والمعجون بانتظام بعد كل وجبه، عشان تمنع اي تسوس ممكن يحصل لاسنانك. بالاضافه ان بعض الاشخاص بيتضايقوا لما طبيب التقويم يطلب منه ان هو يمتنع عن اكل اي حاجات ناشفه او اي حاجات ستيكي، وده عشان الحاجات دي ممكن تكسر اجزاء جهاز التقويم. بالاضافه كمان ان ممكن التقويم يسبب في الاول شويه الام من خفيفه الى متوسطه، بس دي بنتغلب عنها بمجرد ان انت بتاخد مسكن، بالالم بيختفي، وده بيستمر بس لمده اول يومين او 3 من تركيب التقويم. اما بقيه رحله التقويم ان شاء الله مش بيكون فيها اي الام. اخر عيب من عيوب التقويم، واللي في ناس كتيره ممكن لما تعرفه مش بيكونوا مقدمين على فكره التقويم ويتراجع عنها، وهو ان طبيب التقويم في بعض الحالات زي بروز الفك او الازدحام الشديد بيطلب من الشخص ان هو هيضطر ان هو يخلع ضرس صغير اللي هو بيكون بعد الناب مباشره، بل في بعض الحالات بيضطر ان هو يخلع ضرسين عشان يقدر يخلق مساحه يرص فيها الاسنان بالشكل الطبيعي. ايه ده يا دكتور يعني عشان اعمل تقويم لازم اخلع ضروس من الضروس السليمه؟ لا، هو مش في كل الحالات، بل في بعض الحالات القليله اللي بنضطر نعمل كده. وانت لو عملت التقويم ممكن تعمله من غير ما تخلع، بس للاسف مش هتوصل للابتسامه ولا شكل الاسنان اللي انت هتكون عايزه. خصوصا في بعض حالات الازدحام الشديد التقويم للاسف ممكن يتسبب لك ان يحصل عندك بروز بسيط في الاسنان، فانت عشان توصل للنتيجه المطلوبه الدكتور بيضطر ان هو يخلع احد ضروسك عشان يخلق مساحه يقدر يرص فيها الاسنان وتوصل لابتسامه بشكل اجمل. هي دي كانت عيوب التقويم.